يعني من حوالي 217 سنة بالظبط ظهر أول ضوء كهربي في التاريخ على يد العالم هامفري ديفي. عمل مصباح القوس الكهربي باستخدام بطارية فولتا. ده يعتبر أول ضوء كهربي في التاريخ، لكنه كان قوي جدا وقصير العمر وما ينفعش يتوزع أو يدخل في البيوت. لحد سنة 1879 يتعمل أول مصباح استخدم فعلا في البيوت والمصانع، اتعمل على ايد العالم توماس اديسون. يعني من حوالي 147 سنة كان اول مصباح كهربي. عام 1882 اتعملت اول محطة كهرباء تجارية في العالم في شارع بيرل بنيويورك على ايد العالم توماس اديسون برضو. وزعت المحطة دي كهرباء على حوالي 85 مبنى، مكاتب وبعض البيوت الغنية. يعني من حوالي 143 سنة اتعملت أول محطة كهرباء في التاريخ، وكانت قائمة على التيار المستمر اللي بنسميه DC Current. من سنة 1880 لحد سنة 1895 العالم نيكولا تسلا ورجل الأعمال جورج ويستنجهاوس يطوروا نظام جديد للتيار، وهو التيار المتردد اللي بنسميه AC Current. حصل صراع ضخم بين العالم إديسون صاحب أول محطة كهرباء بالتيار المستمر DC Current وتسلا ويستنجهاوس اللي كانوا بيكتشفوا ويطوروا التيار المتردد AC Current. وسمي هذا الصراع حرب التيارات. في حرب التيارات العالم إديسون كان خايف يخسر استثماراته في التيار المستمر، فشن حملة ضد التيار المتردد. عمل تجارب علشان يثبت انه خطير، لدرجة انه اخترع الكرسي الكهربائي لتنفيذ الاعدام بالتيار المتردد علشان يخوف الناس منه. لكن مع الوقت بقى واضح جدا ان التيار المتردد هو الافضل والارخص والاكفأ. سنة 1886 تم تنفيذ اول محطة توليد كهرباء بالتيار المتردد، يعني من حوالي 139 سنة. ايه بقى الفرق بين التيار المستمر والتيار المتردد على السريع كده؟ التيار المستمر مشكلته كانت انه ما بينتقلش لمسافات طويلة، الجهد بيفضل قليل. لما تحاول توصل لمسافة اكبر الفقد في الطاقة بيبقى ضخم جدا، فلازم المحطات تكون قريبة جدا من المستهلكين، على عكس التيار المتردد اللي جه وحل المشكلة دي. وكانت فكرته انك تقدر ترفع الجهد وتنقله لمسافات طويلة وبعدين تنزله تاني للاستخدام. بعد ما اتعملت محطات الكهرباء ودخلت الإضاءة بشكل واسع، توالت الاختراعات والتكنولوجيا اللي قامت واعتمدت اعتماد كلي على الكهرباء. زي سنة